صبحكم الله بالخير، يجعل يومكم خير وبركة، واليوم الثاني من مؤتمر ليف. ترى مو متأخر أبد، يعني الحين الساعة 11:30، أنا موجود هنا من 9 إلا ربع. خلصت القراءة العربية وخلصت تصوير فيديوين بفضل رب العالمين، بس إنه جاء الوقت أكيد أجيكم هنا على سناب وأقول لكم يجعل يومكم خير وبركة وصلوا على النبي. خلينا نبدأ بشوية أشياء حلوة. SAP وجناح جميل، وهم كشريك استراتيجي أكيد موجودين هنا في ليف. سيارة فورمولا موجودة هنا في قسم تقني. ليش؟ لأن البيانات هي السر في كل نجاح. نعم، البيانات وتحليلها اللي تمكن الكثير من النمو وتمكن أخذ القرارات بشكل صحيح 100%. تخيلوا لو أنتم جالسين على مقعد مسؤول وأمامكم شاشة، من خلالها تشوفوا النقاط الأساسية اللي لازم تحققوها من مكان مسؤولياتكم، وتشوفوا قدرة الخلايا والموظفين اللي موجودين عندكم والمنشآت، ومباشرة على الشاشات تقدروا تعرفوا أماكن الخلل وتعدلوها وتحسنوها. الأمر ممكن وفعليا مطبق من تقنيات SAP. اتخاذ القرارات بيكون أدق وأفضل، والأمر يحتاج تحليل بيانات فوري، وهالشيء ممكن. وأيضا يمديك كمسؤول تشوف فعليا تبعات القرار قبل ما تتخذه بمحاكاة حقيقية، وأيضا تشوف النتائج أمامك قبل ما تأخذ القرار الأخير فيها. وفي ملاهي، بس ليش ملاهي هنا في SAP؟ هنا على الشاشة محاكاة لمنظور لو في مكان ترفيهي كيف بإمكانك مراقبة هذا المكان، تشوف كفاءة كل جهة. على سبيل المثال في الملاهي، هذه الركبة عليها زحمة، هذه اللعبة عليها زحمة، لعبة ثانية ما عليها. تشوف الأمر هذا واقعيا أمامك، وتقدر تضبط أوامر تساند في أن الناس يتشجعون يروحوا اللعبة الثانية عشان تخف هنا، والناس يستمتعون في الملاهي أكثر. وأيضا تقدر تنزل الكوست، الكلفة التشغيلية، تقدر ترفع من الكفاءة بأمور جدا رايقة. وهذا قاعد يسوي المثال يوضح كيف كل هالأمور ممكنة. الموضوع مو ملاهي وبس، ينطبق على أي مكان ضخم بالبيانات وتقنيات SAP. الأمر ممكن 100%. هنا قاعد تشوف بيانات لحظية للموضوع. أمثلة بسيطة تو، ما بالكم لو المملكة العربية السعودية كاملة متصلة مع بعض، وبالبيانات وقدرة البيانات بإذن الله بإمكاننا اتخاذ القرارات لحظيا بحجم المنشأة الضخم إلى النقاط الصغيرة اللي موجودة. وهنا Connected Saudi، نقدر نقول السعودية المتصلة. أمر ممكن جدا لما يكون عندك التقنيات الصحيحة اللي حتعطيك أدق التفاصيل لاتخاذ القرار الأفضل والأحسن. وفي عرض رهيب هنا موجود اللي هو The Intelligent Nation، الأمة الذكية. من خلال العرض يبين لك كيف كثير أمور في حياتنا تقدر تتحسن بالقراءة الصحيحة للبيانات واتخاذ القرار. كمية العلم جميلة ورائعة في هذا المكان، فبالتالي وين ما تجوا اسألوا وش هذا العرض، وإلا ما يعطيكم شيء تلاقوه جذاب وتفهموا منه علم جدا جميل. وبالتالي المنفعة اللي موجودة في هذا المعرض كبيرة رائعة، الله ينفع بنا يا رب العالمين أجمعين. بعد هذا بعض الأشياء الجميلة اللي في SAP. هنا انتل وكثير من شركاء الأعمال اللي موجودين عندهم. بتلاحظوا أن البوث انتل، فكيف لحظة مو معالجات، لا، كثير من الشركات اللي موجودة وتستخدم تقنيات انتل في المعالجة، في الخوادم، السيرفرات، موجودة هنا وتعرض الخبرات عشان انت تجي وتستفيد منها، وأيضا يمكن تطبقها عندك. الرقمي المهندس فيصل باقشوي لاستعراضها معكم، فليتفضل مشكور. شيء جدا مهم تدشين هالتطبيق اللي بعطيكم فكرة عنه ولا يفوتكم. اليومي تستقبل أكثر من 12,000 مكالمة من خلال مراكز الاتصال. يوجد بالوزارة 9 مراكز اتصال منتشرة حول المملكة، وبحكم عدد الخدمات الضخم الموجود اليوم بشتى المخالفات، سواء مخالفات متعلقة بالنظام أو الإجراءات الاحترازية، وبشكل ميسر وسهل جدا يستطيع الفرد الإبلاغ عن هذه المخالفات. الخاصة والمصابين باضطراب التوحد، خدمات مثل التسهيلات المرورية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك تخفيض أجور الإركاب، وإضافة إلى التعريف بمن هم مصابين باضطراب التوحد. هذه الخدمات واللي صار الحين تدشين.
والشيء المميز أنه هذا تطبيق واحد يغني عن كل التطبيقات الأخرى اللي موجودة عند وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، وحيكون إطلاقه الرسمي في نسخته الأولى، واللي هي موجهة لعملاء نفس القطاعات اللي موجودة في الوزارة من الأفراد. هذه النسخة الأولى وتعطي خدمات رائعة. ملخص عنها أبشر. الخدمات اللي فيه زي حجز المواعيد الإلكترونية والإبلاغ عن المتعففين بكامل السرية، رصد مخالفات سوق العمل، والبطاقات الرقمية للتسهيلات المرورية، بطاقات الإركاب الرقمية. هذا مثال عن البطاقات الرقمية. وأكيد كمان فيه بطاقة اضطراب التوحد الرقمية، حاسبة نهاية الخدمة، وكمان في كل الأنظمة واللوائح اللي تحتاجوها، وإدارة لتظلمات الموظفين، والسجل الوظيفي الحكومي. وكون حيكون في إطلاق رسمي للنسخة الأولى، توقعوا الكثير من النسخ القادمة بإذن الله. وبكذا هنعرف أنه كل التطبيقات الكثيرة للخدمات الكثيرة اللي موجودة من وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية توحد حسب السعودية الرقمية، والكثير من الأشياء اللي عندنا في الرؤية بتطبيق واحد يخدم كامل المستفيدين من الوزارة بإذن الله. لازم تترقبوا التطبيق هذا وتحملوه بإذن الله. إن جيتوا للسعودية الرقمية كجناح بتنبهروا بكمية الأرقام والإنجازات اللي قاعدة تصير. طيب وش السعودية الرقمية اللي هنا يعرضوه؟ كل تطبيق وكل خدمة مقدمة من جهة أو من وزارة في المملكة، وش الشيء اللي وصلت له المستفيدين؟ أرقام بالملايين. يعني موقع gov.sa 36 مليون. الجهات اللي عندنا قاعدة توصل لها نقدر نقول طلبات بالملايين بالشهر، شيء عجيب، وكلها خدمات أنا وأنتم نستفيد منها من جوالنا. بسم الله تبارك الرحمن قدرنا نرتقي السعودية الرقمية. تقعدوا تكملوا المعرض وتلاقوا الامتداد حق المعرض اللي فيه كمان شركات سعودية طلعت للعالمية، فشيء بسم الله تبارك الرحمن. البطاقات هذه كلها موجودة هنا. طبعا يوم تشوفوا البطاقات وش الشعار اللي بتشوفوه عليها؟ رائدين الفنتك عندنا. فنتك مصطلح يعني التقنيات المالية، Financial Technology، اختصروها بفنتك. هذا مجال كامل وبحر كامل. الرائدين بسم الله تبارك الرحمن في الفنتك في المملكة STC Pay، اللي خدمات الإلكترونية والمحفظة الرقمية حقتهم ما شاء الله دائما تشوفوني أتكلم عنها كمستخدم، ما شاء الله عليهم. حتى هنا قاعدين يوقعوا مذكرات تفاهم واتفاقيات زي سابتكو، زي هانجر ستيشن، ساري، وكثير من الجهات. يعني نتكلم عن شركة تقنيات مالية قاعدة تتطور وتتوسع بشكل كبير، وهم جاهزين للمستقبل. بس كيف يعني جاهزين للمستقبل؟ جاهزين لأن عندهم البنية التحتية، وعندهم التنفيذ، وعندهم الخدمات، وعندهم كثير من الأمور اللي مخليتهم ما شاء الله رائدين الفنتك في المملكة العربية السعودية بالخدمات اللي أنا وأنتم قاعدين نستفيد منها. يعني من العروض اللي مؤخرا أعطيتكم إياها إلى ما شاء الله الشيء اليومي اللي أنا عن نفسي شخصيا قاعد أستفيد منه مع محفظتهم الرقمية. الله يبارك لهم وما شاء الله تبارك الرحمن، متشوق لخطواتهم الجاية، والشيء اللي إن شاء الله يكون جدا جميل قادم بإذن الله. أمسيك بالورد؟ أمسيك بالنور يا هلا والله. إيش اللي أنت مسويه؟ زار شريحة إلكترونية تقريبا أتوقع الغالب سمع فيها، لكن الشيء الجديد اللي هو أن الآن قاعد أسوي عليها مشاريع، وإن شاء الله تشوفوا براءة اختراع جديدة. زي الحين السيارة عندي صارت تشتغل بالشريحة أول ما تدخل السيارة، وإن شاء الله تشوفوا في الشركة خدمات كويسة وتعجبكم. جميل. طيب وين جاك الفكرة للموضوع؟ مصدر الهام الأول فيصل السيف. الله يرضى عليك. قبل كم سنة هو عرض موضوع اللي هو NFC رينج. يس. فأنا بدأت أبحث في الموضوع من هذه النقطة. فلما بحثت وصلت لقيت إن في إمبلانتس ممكن تنزرع، فراح تكون أسهل من الرينج. ممكن تنسى الرينج في بعض الأحيان. زرعت واحدة؟ فزرعت واحدة يا موجودة. الله يحميك ويوفقك ويبارك لك دوم يا رب. آمين وياك، الله يسعدك. سعدت بشوفتك. آمين. منصة مختلفة ما قد شفت زيها.
زي ما انتم ملاحظين بيئة تفاعلية وبنية تحتية لداء السكري، بس كمان الفكرة يوم بدأت بشكل مختلف، وحتشوفوا الكرز وش دخلوا. كرز اللي أسسها بنته قدر الله عليها وأصابها داء السكري، وصعب إنه تقدر تدير الداء هذا كونها طفلة، فبالتالي إذا حولنا داء السكري إلى لعبة تحفيزية هنا جاء التغيير. والأخ سليمان اللي أسس كرز هو اللي مر فيها ولقى الكثير من الصعوبات والمعضلات، وبالتالي شيكوا على المنصة، وأيضا لازم تعطوها لأي واحد عنده هذه الحالة في أسرته حوله من أقاربه، لأنه بيكتشفوا فيها شيء جدا رهيب. فالحين كل ما حافظتوا على السكري ومستواه بالشكل الصحيح بالذات الأطفال مع التحفيز والمنصة حيجيهم هدايا كرز، الكرز تحول لفلوس. الله يعطيك العافية وبيض الله وجهك على الفكرة الحلوة. وجهك يا حبيبي، أبد ما سوينا شيء. في السعودية الرقمية أحد الشركات الرائدة اللي موجودة هنا وقاعدة تبين بالضبط كمية الإنجازات حقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. بس لحظة قبل خذ حلا بالعافية معه. موجودين هنا يعرضون الإنجازات حقتهم، بسم الله تبارك الرحمن. على سبيل المثال نتكلم على المدينة الذكية سمارت سيتيز، المدن الذكية شيء ضخم. خلنا أوريكم مثال. لا تكون المدينة ذكية إلا ببنية تحتية خارقة تدعم المستقبل، وهذا الشيء اللي صار يوم نتكلم على الجهود الكثيرة اللي صارت في إتمام البنية التحتية بإشراف من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، واللي خلت الناتج كم ضخم موجود من الأبراج يقدم تقنيات ال 5G وال 4G وكل الأجيال الماضية، وأيضا بكفاءة عالية. وحتى لما نتكلم على التغطيات هي موجودة، والأبراج بعددها كل ما له قاعد يستمر، وبالتالي كفرج ممتاز بتقنيات حديثة زي ال 5G. دور أساسي للهيئة تمكين التراخيص، وتراخيص في تقريبا 15 مجال موجود. التراخيص اللي هتخلي مقدمين ومزودين الخدمات يكون ما بينهم المنافسة عادلة، وبالتالي يحصل المستخدم على أفضل النتائج. ما شاء الله يعني تشوفوا الاي IoT انترنت الأشياء لها تراخيص على أساس الVNOs، نتكلم على شرائح اللي فيها إمكانيات باندويث أقل فالشركات تستفيد منها، وبالتالي انترنت الأشياء البنية جاهزة والأمور واضحة لها، علشان حتى هذا الأمر مستبقينه وواضحين له وللمستقبل في الاتصالات بشكل كامل. البنية التحتية حتى مع الاي IoT موجودة مع انترنت الأشياء، بحيث أن الأبراج نفسها اللي موجودة تدعم كفاءة الاتصال بأطياف موحدة تأخذ قليل من الطاقة، وبالتالي تنفذ الكثير من المهام. هذا الحين وصول الوزراء وأصحاب المعالي لإعلان جدا مهم، حيكون الإعلان هنا في ليب. Future of connectivity is wireless. This has been at the heart of Saudi Arabia's Vision 2030, which has fired up our nation and inspired us to lead to become among the leading G20 countries in mobile connectivity. We are announcing today that Saudi Arabia has become the country with the largest amount of spectrum available for Wi-Fi and other licensing set users. We will be extending both ends of our spectrum to make Saudi Arabia the country with the largest amount of spectrum available for 5G in the sub-gigahertz and sub-mid bands. كذا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قدمت أكبر طيف ترددي متاح، وهنا نتكلم على دعم الواي فاي بشكل غير مسبوق. دعم الواي فاي 6E والترددات والأطياف شيء جدا رائع. المشرع ما شاء الله قاعد يتمم الأمور بالمنافسة العادلة وإتاحة الفرص وإتاحة البنية التحتية بشكل خرافي. بسم الله تبارك الرحمن، يعطيهم العافية هيئة الاتصالات. كيف اليوم الثاني أزحم من اليوم الأول ما أدري. بسم الله تبارك الرحمن. 2019 يا رجل يا رجل، نعيد السالفة. الحب حقي والله. الله يسعدك الله يسعدك. كذا أحسن، نورت. الله يسعدك، أحبك الله الذي أحببتني فيه، الله يحميك يا رب. جد ادور عليك المعرض كله والله. الله يرضى عليك يا رب ويسعدك، شاكر لك من القلب. ما شاء الله عليك، تتابعني من المتوسط. اي نعم، كنت اتابعك من المتوسط ومن اكثر الاشخاص اللي خلاني يعني الامانه احب التقنيه. الحمد لله رب العالمين، الله ينفع بنا اجمعين. وتشرفت فيك. الشرف لي. الله اقول لك يسعدك. شيء ما حد يعرف ولا اللي قاعدين يشوفه. يا ليت. الفلاش حق جوالك شغال والله. اوه الشاشه ما شاء الله قويه. بسم الله ما شاء الله، رسميا تم تدشين. شوف حجم المتجر، اكبر متجر
الدولي رئيسي من هواوي. بسم الله تبارك الرحمن. والحجم من هناك إلى هناك. بسم الله تبارك الرحمن. خلنا نوريكم المتجر. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، حجم عجيب. أيضا البيوت الذكية خلف الشاشة. فوق عندكم اللونج الأساسي اللي موجود لنفس المتجر. كل شيء من هواوي موجود هنا فعليا. تعرفني عليهم؟ عرفني على الكاميرا. الله يحييك. قسم الصيانة بالكامل في المتجر الجديد من شباب سعوديين وشابات أيضا، يرفع الراس لكم. الله يحميكم ويبارك لكم ويقويكم. فخر إني أشوف مركز كامل سعوديين. يا رجل فرحة. الله يسعدكم ويبارك لكم. عارف إن الموضوع كان صعب وفي عقبات كثير، ولكن انتوا هنا، انتوا قده وقدود، فالله يبارك لكم يا رب. ما في جهاز خربان لسه. ايوه كذا. حيجيكم كثير.